واحد اسمه امير ديزاد. امير ديزاد جيب معلومات ويهضر وكذا وكذا وكذا، لدرجة انه لو بقي على تلك الحالة لأصبح الآن يعني شخصية وطنية، يولي زعيم، لدرجة أنهم الأغبياء الجهلة يعني هذا الهيشرة، هذه الحشرات، ولاو يتكلموا يقول لك الله مش عارف امير ديزاد الله اكبر، امير ديزاد الله اكبر، يعني وصلوا لهذا المستوى المتدني. كان من الواجب علينا، أنا نتكلم على نفسي، كان من واجبي أن أكشف هذه الخدعة، أن أكشف هذا الدجال. وخرجت لكم قبل 5 سنوات قلت لكم يا ودي الشخص هذا راهو أمي، هذا راهو أمي، جاهل حقير، هاو مستواه، هاو شخصيته، هاو أصله، هاو فصله بالوثائق بالأدلة، أعطيناكم حقيقته اللي لازم تعرفوها. من هو هذا الشخص؟ ومن بعد هو لما كشفناه حقيقته هرب، راح لمستواه المتدني، مستواه الحقيقي اللي هو تيك توك، العرا واللي مش عارف انا كفاه، والسبوعه والقطوطه والفيران وكذا وكذا، وراح خرج لانه تكشف على حقيقته المره. نفس الشيء بالنسبه لي ثعبان الاقرع، كان زعيم الوعي والدبلوماسي العظيم الذي يناضل من اجل الوطن ومن أجل حرية الشعب الجزائري، والإنسان مسكين اللي راه مضيع وقته كله من أجل الدفاع عن الوطن، وما عندوش يعني حتى الوقت باش يروح يخدم يعني كما خدمة بسيطة ويبيع الخبز، ولا كما كان يبيع البريوش والمقروط والقلب اللوز، باش يشري ميكرو ب100 أورو ما عندوش، ويخرج يقول لهم يا ناس ما عنديش باش نشري ميكرو 100 أورو عاونوني وكذا وكذا، والناس متعاطفين وماشيين، وهذا إنسان يناضل وكذا. ثم وجدت أنه من واجبي أن أكشف حقيقة هذا الدجال، هذا الثعبان الأقرع اللي ربي سخرني باش كشفته. يا وديكم السيد عنده 15 شركة، 15 شركة بالأدلة، مشترك مع وزير ليبي، وزير البترول ليبي، عنده شركات بناء في تشيك، في براغ، في كذا في كذا، في بلجيكا، في فرنسا. سيد عنده ملايين، سيد ملياردير، هو والعائله نتاعو ديال الشركات. السيد ملياردير سامح كما يقول لك الناس في اهله، نعم سامح، ولكن سيد ملياردير وها بالدليل الشركات. لما كشفناه خلاص طفات الجمره تاعو وتحطم. نفس الشيء كان واحد يتكلم ويقول نفس الشيء انا ضابط والوطنيه وكذا 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 وكذا، هذاك السكير هذاك تاع فرنسا، هذاك ربي يشافيه مسكين عنده كل الامراض. نفس الشيء كان لزاما علينا كشف حقيقته. كما يودي السيد هذا واش راه يبيع ويشري؟ السيد راهو بزناسي، عنده نفس الشيء 13 شركه. السيد هذا اللي لعب يدافع عن الوطن وعنده 13 شركه تجاره، ماهوش اللي قال يعني الشركه داخل مش عارف انا، تجاره يبيع ويشري. السيد يبيع ويشري، دخل بالملايين وجايين يتمسخروا بكم وجايين يتاجروا كما يقولوا الناس يغزوا على روسكم المقرو قلب اللي يسموه الكوكا واللوز، يتمسخروا بكم، كان لازم نكشفوهم. نفس الشيء بالنسبه لي رقاصة العيون المطرود من الجيش، نفس الشيء يجيكم ويقول لكم وانا وكذا، حتى نكشفناه بتسريبات صوتيه، وان يتفاوض مع مسؤولين في الجزائر او مبعوثين من الجزائر، يتفاوض معاهم يقول لهم ايه انا بشرط اذا كان نحبس وندخل كذا ترجعوا لي جريداتي وترجعوا لي حق الاشهار دراهم معناتها يبيع القضيه اللي ناضل من اجلها ب4 دورو. معناتها ما عندوش مبدا. كان من المفروض يعني ما يبيعش يشري على جال الاشهار، تفتحوا لي الجريده وتعطوني الاشهار وكذا ونحبس. شفناه بالرغم من انه طلاب لحد الان، لانه كشفت لكم انا حتى ملابسه الداخليه اللي راحوا حجزوهم له وداروا له السيزي في ليل وباعوهم. تذكروا انني شريتهم، انا شريتهم ووزعتهم الجمعيه خيريه، نعم شريتهم ووزعناهم جمعيه خيريه. الا شفتوهم صورت لكم التلفزيون تاعو طابله وميكروات وخرده تاعو اللي لقاو، هذاك واش لقاو عنده.
لانه الدار مش باسمه، دار مسميها باسم لورا، ماهيش باسمه هو، لانه مش راجل. هو يلقاو حاجه تافهه باسمه ميكرو كذا كذا، نحاولوا كلش وباعوهم. يعني بالفعل هذاك طلاب كشفناهم عن حقيقتهم. اذا كان لابد من لعب دور لكشف هؤلاء الخونة، هؤلاء الدجالين اللي بعد ما كشفناهم وفضحناهم خرجوا اللعيب مباشرة وبينوا عملتهم للنظام المغربي الجبان الحقير. الآن نرجع لكم للنقطة الأساسية، وهي أنه هذه العناصر مع عناصر أخرى داخل الوطن للأسف الشديد اللي هما خونة وعملاء، وللأسف الشديد كانوا في مراكز قوة، قدروا يتلاعبوا بالقيادة العسكرية القديمة، على رأسها قائد الأركان الله يرحمه الفريق الأول قايد صالح، اللي دائما نقول عليه أنه جاهل وغبي وأمي وبيلدوزر، ولكنه وطني. أنا ما نقدرش نتهم المجاهد القايد صالح ونقول بلي خائن وعميل، لا، هذه لا، ولكنه كان جاهل وتلاعب به الخونة والعملاء. القايد صالح لم يكن عميل ولم يكن يعلم شيء عن مخطط الخيانة والعمالة. كانوا يعمروا له في راسه بأفكار، هو يأخذ قرارات بيلدوزر. وهذا الجهل والأمية اللي كانت عنده للأسف تقاطعت مع عنصر مهم في شخصية القايد صالح الله يرحمه، وهو عنصر نفس الشيء الانتقام. نعم، انتقام. وهذه خصلة للأسف الشديد عند كل المسؤولين الجزائريين كلهم بدون استثناء، عندهم هذيك العقدة نتاع الانتقام. حقرتوني ودرتوا فيا كذا كذا، درك نولي نحكم ندير فيكم وندير فيكم. هذه ما تبنيش دولة، لأنه هذه صارت لنا للأسف الشديد من وقت الثورة، يعني ماهيش جديدة. صارت مع بومدين الله يرحمه، صارت مع الشاذلي، صارت مع بعده. يعني ممكن الوحيد اللي ما دارهاش الله أعلم هو زروال، لأنه زروال ما كانش عنده الوقت أصلا باش يديرها. من اللي جاو هو القتيلة والحرب وكذا كذا، ما عندوش وقت. وزروال ما عندوش ديكلون، زروال ما صح جاب صحابه، يعني جاب جماعته القدم اللي كانوا معاه مثلا بتشين وكذا، ولكن ما ضرش ناس، يعني ما انتقمش من الناس، دخلهم الحبس ولا طردهم ولا همشهم، ما داش. لكن بالنسبة مثلا للباقي بما فيهم بومدين الله يرحمه، بومدين نعم لما انقلب على بن بلة الله يرحمه، جماعة بن بلة كلهم دخلهم السجن أو دالهم إقامة جبرية. القيادة اللي كانت مع بن بلة اللي دارهم في إقامة جبرية، دارهم اللي خلاهم هربوا للخارج، نفاو راحوا للمنفى، عاشوا في الخارج عاشوا، واللي دارهم في السجن داروا في السجن، قضى عليهم. لما جا الشاذلي نفس الشيء، الجماعة اللي كانوا مقلقين وكذا وكذا كامل أزاحهم، وخاصة القدامى اللي كانوا مع بومدين الله يرحمه أزاحهم، بما فيهم بوتفليقة ومن معه يحياوي بوتفليقة كذا، أزاحهم وجاب قيادة جديدة.